بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وعليك التكلان وبك المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. وبعد أيها الإخوة، فهذه ساعة مباركة من ساعات القرآن الكريم، ومع سورة المطففين وصلنا إلى ختامها، وفيها يقول ربنا جل جلاله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هذا الختام أيها الإخوة الذي ختم الله عز وجل به هذه السورة العظيمة، سورة المطففين، والتي يقوم فيها الناس لرب العالمين ليوم يجعل الولدان شيبا، يختمها ربنا عز وجل ببشارة لأهل الإيمان وبوعيد مخيف لأهل الكفر والنفاق. والمؤمن أو العبد في هذه الدنيا عليه أن يختار بين الطريق الموصل إلى رضوان الله عز وجل وبين الطريق الموصل إلى غضبه وسخطه. والناس في هذه الدنيا صنفان لا ثالث لهما: صنف آمن واتبع الله عز وجل وما جاء به رسول الله، وصنف آخر تنكب طريق الهداية واتبع كل شيطان مريد، نافق وكفر وأشرك وأجرم. وهذه الصورة من صور يوم القيامة يصورها لنا القرآن الكريم في ختام سورة المطففين. يقول: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. أهل الإجرام من أهل الكفر والنفاق. طبعا هذه الآية قيل فيها سببين للنزول: قيل أنها نزلت في الوليد ابن المغيرة وعقبة ابن أبي معيط والعاص بن وائل والأسود بن عبد يغوث والعاص ابن هشام وأبو جهل والنضر ابن الحارث، أنهم كانوا يضحكون من عمار وخباب وصهيب وبلال رضي الله عز وجل عنهم أجمعين. يضحكون منهم لشدة فقرهم وقلة ذات أيديهم، بل إن أحدهم ما كان يجد ما يلبس ويستر به جسده. وكان هؤلاء العتاة المجرمون يملكون كل شيء من المال والجاه والعبيد والخدم والحشم والمزارع وغيرها. الله عز وجل يقول: هؤلاء كانوا في الدنيا القصيرة تبع 30 40 50 100 سنة، هؤلاء المجرمون كانوا يضحكون من أهل الإيمان، يضحكون من أهل الرسالة، ويعتبرونهم سخرية ويتندرون بهم ويجعلونهم فاكهة المجالس ويسخرون منهم، يسخرون من الذين آمنوا. وقيل أنها نزلت في سيدنا علي رضي الله عز وجل عنه وأرضاه. كان في نفر من المسلمين الضعفاء جاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلمزهم المنافقون وضحكوا عليهم وتغامزوا لأجلهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وسواء كان هذا السبب أو ذاك فالآية عامة إلى يوم القيامة، وتدل على أنه المؤمن قد يكون فقيراً وقد يكون مديناً وقد يكون معوزاً وقد لا يكون له عزوة وقد لا يكون لها جمال امرأة وقد لا يكون لها نسب، لكن نسب الإيمان ونسب القرآن فوق كل أنساب الدنيا. ومن حفظ القرآن وحفظ دينه وحفظ فرجه وحفظ لسانه وحفظ نظره
فهذا أغنى الأغنياء في الدنيا. الغنى يا أيها الإخوة والمكانة لا يمكن أن توصف بالمال أبدا. الغنى في هذه الدنيا لا يمكن أن يكون فقط غنى المال، هذا قسم يسير من الغنى. الرزق والستر رزق، والزوجة الصالحة رزق، والابن البار رزق، والأب الحنون رزق، والجار الطيب رزق، والرحم المحافظ على الوصل رزق، والأمن رزق. والله من على قريش بقوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، مرة قدم الطعام على الأمن ومرة قدم الأمن على الطعام. قال أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم يجبى إليه ثمرات كل شيء. لذلك الناس بقصر نظرها تظن أنه المال هو فقط الرزق، يعني المال، السلطة، الجاه، اللباس، السيارات، المزارع، الشاليهات، الفنادق. صاحب برج خليفة هذا الرجل الثري الله يحفظه يظن أن الناس أنه هذا هو. لا يا أخوان، هذا قسم يسير من الرزق. ومن استعلى على الناس بماله وكثرت أرزاقه وما عاد شاف حدا، صار يستهزئ بأهل الإيمان وأهل الرسالة. يقول إن الذين أجرموا كأبي جهل وعقبة بن أبي معيط والعاص بن وائل والمنافقين كانوا من الذين آمنوا يضحكون. عاملينهم سخرية، عاملينهم في المجالس تندر، وسمعتوا الشيخ فلان ورأيتوا الشيخ علان وسمعتوا فلان. وهذا من علامات النفاق، لأن المؤمن يا أخواننا لا يقع في عرض أي إنسان كان، ناهيك أنه يقع في أعراض العلماء وأعراض الأولياء. وإذا ضحك منهم في الدنيا وأضحك الناس فكر حاله أنه جاء بشيء كبير جدا، هو بالحقيقة عم يفخت صفحة حسناته ويكثر سيئاته ويكثر أعداءه يوم القيامة. ومين فينا لا يسمع ويعرف حديث المفلس الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكلياتنا نقع فيه. أتدرون من المفلس؟ واضح. قالوا المفلس عندنا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. لا خطأ. قال المفلس من أمتي من جاء بصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة، ما خلى شيء ما عمله، ويأتي وقد شتم هذا واغتاب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحت عليه سيئاتهم فطرح في النار عياذا بالله عز وجل. هذا المفلس يقع في أعراض الناس وعامل الناس مهزلة ومسخرة وضحك في المجالس وفي السهرات. هذا الآن سنرى ماذا سيكون مكانه يوم القيامة. كانوا من الذين آمنوا يضحكون، بيضحك من ثيابه، بيضحك من قصر قامته، بيضحك من سلاحه. بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يربط رمحه بخرقة كالمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه وغيره، من شدة الفقر رابط السهم بخرقة. وبعضهم كان قصير القامة كابن مسعود رضي الله عز وجل عنه وأرضاه، وكان من شدة قصره ونحل ساقيه يطير مع الهواء، إذا هبت الريح بشكل شديد بالطير. وما أدراك من هو عبد الله بن مسعود. المصطفى يقول لما تهب الريح راح تمسك سيدنا عبد الله بن مسعود بجذع نخلة حتى ما يطير، فجعل الصحابة يضحكون من قصر قامته ونحل ساقيه. قال وتضحكون من ابن مسعود والذي نفس محمد بيده لساقي ابن مسعود في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. أنت بتشوفوا ثيابه رثة، قامته قصيرة، قد يكون ذميم الخلق كجليبيب من الصحابة، فقير مدقع وذميم الخلق
أسود أفطس أنفه فايت إله شفتير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب بنفسه ليخطب لجليبيب، راح هو بالجاه معه، وهو اللي كتب له الكتاب، وهو اللي عقد له، وهو الذي زوجه صلى الله عليه وسلم. الناس يا أيها الإخوة لا تقاس لا بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطة ولا بالساعة الرولكس، ولا تقاس بالطقم الصوف، ولا تقاس بما تملك من حطام الدنيا. هذا كل ما تملكه من حطام الدنيا فيها. القرآن العظيم يا أخواننا وضع مقياسا دقيقا جدا للتعاير والتمايز بين الناس، فقال ربنا عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم أكثركم قربا إلى الله عز وجل. أشد الناس تقوى لله، هذا هو المكرم والكريم عند الله عز وجل، وليس لا الطويل ولا القصير ولا الزنجيل ولا الفقير. إذن أهل الشرك والنفاق كانوا يضحكون من أهل الإيمان، وإذا مروا بهم شافوهم ماشيين، وإذا مروا بهم يتغامزون. والغمز إما طرف العين وإما اللمس بطرف الرجل، غمزه هيك برجله، وإما أنه استهزأ به بطرف عينه كما يفهم منها العرب، يقول غمزه يعني استنقصه. وفي آخر جزء عما يقول: ويل لكل همزة لمزة. هذا الغماز اللماز الذي يستهزئ بالناس ويدير لهم طرف عينه، هذا توعده ربنا سبحانه وتعالى. هذا اللي أنت عم تستهزئ به وتغمز عليه قد يكون أغلى على الله منك بمليون مرة. ومن قال لك أنه أنت أغلى عليه من الله؟ ومن قال لك أنه هذا سفيه ليس له وزن عند الباري عز وجل؟ يا أيها الإخوة، امرأة سوداء ليس لها حسب وليس لها نسب وليس لها قبيلة، وكان ليس لها عمل، كانت تقم المسجد أيام النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. النبي افتقدها، ما عاد شافها، قال: أين فلانة؟ قالوا: ماتت يا رسول الله. وأنا بحثت عن هذا الحديث بكل مصادر السيرة والحديث ولم أجد لها اسما إلا في موضع واحد، وأكثر العلماء قالوا أنه منكر، يعني ما حدا عرف اسمها، يعني اسمها غير معلوم في الدنيا. قالوا: ماتت فقيرة سودة راحت يعني. فقال: دلوني على قبرها. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع وشاف قبرها ودعا لها واستغفر لها وصلى عليها، ثم قال، ودققوا، قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها بصلاتي عليهم صلى الله عليه وسلم. القضية إذن ليست بالمال ولا بالجاه ولا بالمنصب ولا بالشهادات، قضية بصلتك بالله. هذه كانت تخدم بيت الله عز وجل، كانت تقم المسجد، كانت متعلقة بالمسجد النبوي الشريف، فكافأها الله عز وجل بأنه ساق إليها أحب خلقه إليه ليصلي عليها ويدعو لها ويستغفر لها ويحن عليها بعد موتها رضي الله عنها وأرضاها. يغمزونهم استنقاصا واستهزاء: شو يا شافك لابسه بانطو ليك ليك ليك، شو يا صاير كفترجي، شو يا صاير شيخ، والله ما عرفتك، قال عم يصلي بالجامع. وهكذا شباب بيعملوه سخرية وبيعملوه مهزأة يستهزئون به في مجالسهم ويغمزون فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن غمازا ولا يحب الغمز. دخل إليه رجل إلى مجلسه وجعل يتفحش في الكلام ويسب المقام النبوي الجليل الشريف، والنبي ساكت وعنده أصحابه، وعمر قابض على سيفه قاعد عم يستنى، بده يقوم يضرب له عنقه ويقص له راسه.
النبي ما تكلم، تركه حتى خرج. فلما خرج قال المصطفى لأصحابه: أما من رجل قام إليه فضرب عنقه، ولا واحد منكم فزك وأصل له راسه؟ فقال عمر: يا رسول الله، والله لو أشرت إلينا بطرف عينك لضربت عنقه، أصلا أنا ماسك السيف ومجهز حالي. اسمعوا ماذا قال سيد الخلق، قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. ما بيصير خائنة الأعين، اغمزه، اعمل له هيك، كان فز عمر وضربه. لكن رسول الله أرقى من أنه يغمز على رجل الأصل فيه أنه يقتل. وهنا بين قوسين في كتاب عظيم جدا جدا اسمه الشفاء في حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله عز وجل، وهذا من بعض أشياخ الإمام النووي. وهذا الكتاب أصل في أصول المقام النبوي. يقول القاضي رحمه الله في هذا الكتاب: عليه إجماع العلماء أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حدا. جاي عم يسب النبي وأصحابه من حوله، النبي ما كلمه، لكنه قال لأصحابه: يا ريت رجل منكم قام فضرب عنقه. قالوا له: بس لو أشرت لنا بطرف عينك، يعني غمزة بسيطة يا رسول الله، كنا قتلناه. قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. والقرآن العظيم يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا تستهزئ يا أخي بالناس، مين ما كان، وحتى بالعصاة لا تستهزئوا بالعصاة اللي عم يشربوا الخمر ويقعوا في الفاحشة ويفعلوا المنكرات، لا تستهزئ فيه، لأنه قد يأتي عليه زمان يتوب إلى الله عز وجل وتزيغ أنت. قال ربنا: فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما كنتم تعملون. تزل قدم بعد ثبوتها. ويقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لا تغتر، شايف حالك عم تصلي وعم تصوم وأذن المغرب وجهزوا العرقسوس وعم تدعو وفاتح على قناة مكة ورحت على الحج أو العمرة. لا تغتر، لأنك ما بتعرف بساعة واحدة قد يهديه الله عز وجل وأنت تضل. جبل ابن الأيهم كان يطوف حول الكعبة، وفي واحد من عوام المسلمين دعس على ثوبه، دعس على حرامه، فضربوا كف. هذا أمير من أمراء العرب، ضربوا كف وهو حول الكعبة. وصل الأمر لعمر، قال عمر: جيبوا لي إياه حتى يضربه المسلم كف على وجهه ويقتص منه. جبل سمع بالقصة، شمع الخيط وهرب وارتد عن الإسلام، ارتد ومات كافرا، وكان عم يطوف حول الكعبة. الخوف أن الله يهديه هو وتزيغ أنت. لا تستهزئ فيه. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان رايح يقتل رسول الله، ماسك السيف ورايح يذبح النبي صلى الله عليه وسلم. في لحظة واحدة تتغير مسيرة عمر من رجل هائج مائج يريد قتل رسول الله إلى نبي من بعد النبي. يقول: لو كان من بعد نبي لو كان عمر. إن الشيطان لا يفر من ظلك يا عمر. ما سلك عمر واديا إلا وسلك الشيطان واديا. إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر. فهذا اللي أنت شايفه أيضا لا تستهزئ به، بل ادعو الله له بالهداية. ناهيك أن تستهزئ بأهل الإيمان، تستهزئ بأهل الإسلام. راح على الحج ورجع، عملوا مسخرة الناس. هلأ أنت حجي؟ هلأ أنت الله بده يقبل منك؟ هلأ أنت نسيت شو كنت عامل؟ أنت أصدق أم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. النبي أصدق منك ومني من الخلق أجمعين. ليش تستهزئ بهذا الرجل؟ وبيصيروا ينبشوا له الماضي، هذا عامل، هذا فاعل. ألم يقف في عرفات الله محرما؟
بلا شيخ، خلص الله أكرم منك ومني ومن الخلق أجمعين، يباهي بأهل الموقف أهل السماء، يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين. لا، المؤمن لا يستهزئ أخواننا، خصوصي بزماننا وخصوصي بمواقع التدابر الاجتماعي التي أسأل الله أن لا يقبضني إليه حتى أرى أنها اختفت من الدنيا. اختفت من الدنيا. بتشوفوا مع احترامنا واحد درويش فقير ما عنده لا فقه ولا علم ولا شهادات ولا دين ولا بيصلي، وأظافره طوال والوسخ معبيهن، وإذا بتفتح على صفحته بتشوفها كلها، وبيروح بينتقد أهل الإيمان والعلم والأصول والعقيدة والحديث والقرآن والتجويد والسياسة الشرعية. صفحتك هذه ستنطق عنك بعد الموت. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إذن وإذا مروا بهم يتغامزون. الغمزة حلوة لزوجتك، لبنتك، لزوجك، الغمزة تعطيك شيئا من الود، لكنها إن استخدمت في غير هذا تكون من أجل الانتقاص. ليك الله عز وجل يقول في سورة الحج عن الكافر المنافق: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ثاني عطفه، شو يعني ثاني عطفه أستاذ مصباح؟ يعني برقبته، بيميل لك رقبته، تقول له انه قال الله قال رسولك. تعال نصلي العشاء بالجامع، النبي يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. شو بيعمل لك هو؟ شو بيساوي؟ بيفتل رقبته، مو عاجبه. هذا ماذا قال عنه القرآن؟ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. يا بيميل لك رقبته، يا بيغمزك بعيونه، يا بيستهزئ، يا بيمطلك بوزه. كل هذا اسمه يتغامزون، يعني ينتقصون من أهل الإيمان وأهل القرآن. والله يا أخواننا، والله العظيم، لو أجيت إلى الجامع وحفظت سورة الماعون، قديشها قصيرة، أرأيت الذي يكذب بالدين، والله أفضل من ملايين الأرض مجتمعة. تعال على الجامع، احفظ، اقرأ، اسمع تفسير آية، إذا ما طلعت من الدرس إلا بهي الآية نعمة عظيمة، بهذا الحديث نعمة عظيمة، سجلوا ورجع اسمعوا على البث. شيخ بس والله عم يستهزئوا فيها الجيران، يقولوا شوف عامل حاله الشيخ، عامل حاله رايح عامل حاله. هذا أصل طبيعي، أصل طبيعي أن المؤمن يستهزأ به في الدنيا. لكن الآن سنرى في ختام المجلس ماذا سيكون حال هؤلاء يوم القيامة. والقرآن الكريم كتاب لا يكذب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، لا ريب فيه هدى للمتقين. والمصطفى لا يكذب، حاشا وكلا لمقامه الجليل. وقد وصف لنا مواصف وصفات الناس يوم القيامة الذين كانوا مجرمين ويتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مبسوطين بما فعلوه من الغمز واللمز والهمز والانتقاص والتسخيف والتشهير بأهل الإيمان. بسموها فاكهة المجلس. مين فاكهة المجلس اليوم؟ الحج أبو فلان، قال رايح على الجامع، جاي على الجامع، رايح يحضر درس، جاي يحضر درس. مين فاكهة المجلس اليوم؟ فلانة، قال لابسة بانطو وحجاب. لك مجنونة أنت؟ مجنونة؟ شوفي البنات وهي صبية بتكون عم تدرس طب أو صيدلة أو هندسة أو معهد أو تقانة أو شيء، بيقولوا لك أنت دافنة شبابك. لا يا حبيبتي، أنت اللي دافنة شبابك. هذه التي وجدت شبابها ووجدت نفسها، أنت اللي ضايعة، وأنت اللي بدك مين يدلك على الله عز وجل. وهناك كتاب عظيم لأخواتنا النسوان إذا بيحبوا يكتبوه، اسمه حجاب المرأة المسلمة للشيخ الغزالي رحمه الله عز وجل. أيضا كتاب عظيم، اقرأ إنه، وجيبي كتاب واهديه لبنتك، اشتريه واهديه خليها تقرأه. أو كتاب المرأة بين طغيان التشريع الغربي ولطائف التشريع الرباني للدكتور البوطي رحمه الله. أيضا
أنت حر، المهم أنك تقرأ. وشوف كيف أن الإسلام عظم المرأة وجابك حجبك خلاك تحضر الدرس. شيخ نحن اجينا نحضر الدرس والناس عم يهزقوا فينا، تارك بيتك وتارك بيتك وتارك بكرة مباراة كأس العالم، تارك مباريات ليفربول وبرشلونة ومحمد صلاح وميسي وجاي تحضر. شوف ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحانة فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم. بطحان سوق كان تباع به الإبل والنوق. النبي عم يقول للصحابة: مين بيحب يروح على بطحان، على سوق السيارات لعند غريواتي أو لعند سنقر أو غيرهن، ويجيب ناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم، له ملك خاص من مال الحلال. قالوا: كلنا يا رسول الله. شيء ممتع تروح تجيب لك ناقتين أو سيارتين لكزس أو بورش أو لامبرجيني. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلمه أو يتعلمه، يعني يا هو بيقعد بدرس يا بيجي هو بيتعلم، آية من كتاب الله خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، ومن أمثالها من الإبل. يا الله، شو هالجمال، شو هالعطاء هذا! ناقتين كوماوين يعني مليانات لحم، سنامهن مليان، يعني كأنه يقول لك اليوم بلغتنا يقول لك سيارة لامبرجيني موديل 2026 وكاملة الأوبشن، مين بيحب يروح على دبي يجيبها؟ كلنا يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلمه أو يتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، ومن أمثالها من الإبل، يعني 3 آيات أحسن من 3 نوق، و5 آيات أحسن من 5 نوق، و10 آيات أحسن من 10 نوق. والحديث وين شيخنا؟ في صحيح مسلم. صدق رسول الله ولا ما صدق رسول الله؟ دخيل اسم النبي، دخيل كلام النبي. الناس اللي عايشة في الدنيا للدنيا، والله يا أخواننا هؤلاء وصفهم مش أنا، القرآن وصفهم، قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. شو هي الأنعام؟ الأنعام 4 أنواع. النوع الأول الجمل وما والاه، الجمل والناقة وغيرها والقاعود. والنوع الثاني البقر وما والاه، يعني البقرة والعجل والتور، هذه شو اسمها؟ أنعام. الثالث الماعز وما والاه، يعني التيس والعنزة والسخلة. الرابع الغنم وما والاه، يعني الخروف والكبش واللي بيسموها العابورة أو المرياع، هذا اللي بيكون هيك وزنه شي 150 كيلو هيك قرونه. الله يقول عز وجل عنه هذا الغافل، يقول له: أنت تيس وثور ومرياع، لأنه غافل عن الله عز وجل. هذا بده بس يأكل ويشرب وحاطط سلاسيل وبرقبته وأذان وحاطط حلق، ونسأل الله الستر. والمصيبة أنه عم يستهزئ فينا، يقول لك قاعدين بالجامع مساكين هدول درويش. يا حرام والله، أنت المسكين. شوف كم آية نحن عندنا: 1 2 3 4 5 6 7 8 آيات في آخر سورة المطففين. والمصطفى رسول الله يقول بصحيح مسلم، يقول 8 آيات أحسن لك من 8 نوق وكوماوين، يعني مليانات، يعني فل أوبشن، صلى الله عليه وسلم. فبدهم يستهزئوا فيك. وأول اختبار للي بيجي على الجامع، أول ما بيجي على الجامع بينسرق صباطه أول مرة. الله بيختبره، بده يشوفه بده يجي مرة تانية ولا ببطل. بيقول لك يا أخي رحنا على الجامع سرقونا البوط. وتاني اختبار بده يستهزئوا فيه أهله،
أهله بدهم يستهزئوا فيه، أمه وأبوه وأخته وأخوه وعمه وعمته وخاله وخالته رح يعملوك سخرية في البيت. وين سجلتي ابنك؟ قالت له والله بجامع عبد الله بن عباس بمعهد القرآن. قال سمعت إنه عندهم برامج وعم يحفزوا والطلاب الحمد لله. قالت لك شو مجنونة أنت؟ لك مين من الجامعة روح حطيه بنادي كرة قدم ونادي سباحة ونادي كاراتيه مشان يصير يلعب كونفو. تستهزئ بطالب القرآن اللي انتظم في حلقات كتاب الله عز وجل. ورسول الله يقول لك تتعلم آية أحسن من ناقة وآيتين أحسن من ناقتين. والآن نحن في مجلسنا 8 آيات، يعني أحسن من 8 نوق. وأنا شخصيا أقول وبلسانكم أقول، نقول لك يا رسول الله والله العظيم أننا صدقناك أكثر ما صدقنا رؤيا عيوننا. نحن مؤمنين بما قلته ومصدقين بكل ما جئت به، وأن لنا في هذا المجلس المبارك أحسن من 8 نوق، وهذه النوق وصفها بأنها كوماوين. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. أخطر من المعصية فرحك في المعصية. في واحد بيعصي الله عز وجل ثم ينكسر وبيبكي، كل له دخيلك، أنا والله ما أردت أن أعصيك لكن النفس أغرتني، الشيطان أضلني، يا تواب تب علي، يجلس يلوم نفسه ويبكي. وفي واحد يعصي الله عز وجل ويفرح بالمعصية، بتشوفه شربان هالكاس ومكيف مصطهج، سرق سيارة مكيف مصطهج. من يومين كم يوم صفيت سيارتي، نزلت والله العظيم أقل من دقيقة، ما في ثواني لقيته فاتح الباب وفاتح القنصل وسارق اللي بقلب القنصل. يعني واحد بالقنصل شو بيحط بالسيارة؟ علبة عطر، أو بيحط له 20-30 ألف مشان باركينج، مشان أحيانا شيء. ما في حدا بيحط بالسيارة ذهب ولا ده بيحط فيها ملايين. فرحان إنه هو سرق، وفرحان إنه هو زنى، وفرحان إنه هو ارتشى، وفرحان إنه هو مبسوط. في واحد يعصي وهو مكسور، في واحد يعصي وهو مسرور. أما المؤمن فلو أن الله قدر عليه المعصية فإنه ينكسر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هذا المؤمن، فاستغفروا لذنوبهم. وفيهم يقول ربنا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها. اوعك لا تعمل، اتقي الله، حرام. أما غير المؤمن فلما بينقلب إلى أهله فكهين، مبسوط أنه هو أنجز، أنه هو استهزأ ببلال وصهيب وأبو هريرة وغيرهم من ضعفاء الصحابة رضوان الله عليهم. قال وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي معجبون بما هم عليه من الكفر، متفكهون بذكر المؤمنين، متفكهين بذكر المؤمنين. مين اليوم بالسهرة بدهم يحطوا الشيخ فلان، حطوه بين مقلاية، يطعنون في عقيدته، يطعنون في سلوكه، يطعنون في آل بيته. والله سمعت بآذان هذه التي أمامكم من يطعن في أولياء الله الذين أعرفهم يقينا أنهم من كبار أولياء الله. واحدة عم تقول للثاني، قالت له أنا شفت بنته بالمسبح بالمايو، بنته بالمسبح بالمايو، وبنت هذا الشيخ أنا أعرفها حلقتها أكثر من 5000 أخت، وكلهن من أهل القرآن الكريم. هي اللي هي عم تحكي عليها أنه هي شافتها بالمايو. مين بدنا نحط اليوم بالملاية؟ أبو فلان بيصلي بالصف الأول. اسكت، أنا اللي بعرفه، حرامي منافق. يطعنون بأهل المساجد ويطعنون بأهل القرآن. قال له والله وين عم تروح بعد وظيفتك؟ قال له والله أنا مشرف بدورة قرآن بجامع الحكيم وبجامع الحسنين وبجامع الأزاز وبجامع العباس وبجامع الخليل. قال له لك أنت أجدب، روح أعمل لك دورة إكسل، دورة جرافيك ديزاين، اشتغل، روح تعلم إنجليش، روح على معهد عميل دورة إنجليش، روح عميل كذا. بلالك يا هاي دورات القرآن. أنت أصدق ولا النبي؟ رسول الله أصدق.
يقول لك ناقتين إذا بتتعلم آيتين، و3 نوق إذا بتتعلم 3 آيات. واليوم في مجلسنا هذا 8 آيات من كتاب الله عز وجل أحسن لك من 8 جمال. اتركني من السيارات. الجمل اليوم قديش سعره؟ قديش سعره؟ ملايين، بدومة وبالغوطة حفظ الله أهلها. 8 ملايين الجمل، عفوا عشرات الملايين. قال لك آية تتعلمها أو تعلمها، مشان ما تفكر إنه بس الشيخ اللي بياخذ الأجر، لا، الذي يشرح والذي يسمع. لكن الناس يجعلوننا سخرية، يسخرون من أهل الجهاد في سبيل الله. قال عنهم ربنا عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات. كان الصحابة لما عزم النبي عليه الصلاة والسلام على غزو الروم في الشام في تبوك، وطلب من الناس التبرع، كان الرجل يأتي بصرة التمر، جايب صرة تمر، واحد يأتي بما يملأ كفه من التمر. يعني كم تمرة؟ 5 6 10 تمرات. فلما يشوفون المنافقين يقولون محمد سيغزو الروم بكف من تمر، يضحكوا يتمهزأوا. تبوك هذه أعظم مغازي رسول الله وكلها عظيمة، نزل فيها القرآن الكريم وامتدح أهلها، والنبي امتدح أهلها وامتدح الذين تخلفوا عنها مع العذر، لم يجدوا ما تحملهم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فبيشوفك عم تتبرع بيلمزك، يعني بيستهزئ فيك. قديش حطيت بالصندوق؟ 5000. لك أخي 5000 يعني شو بدها تعمل بهالزحمة المصاري هي والغلاء الفاحش؟ هلا هو حط 5000، أنت حط مثله 5000، أنت حط 50. لا تستهزئ به، لا تستهزئ. في القليل عند الله عز وجل كثير. والصدقة ما هي بالرقم، الصدقة بإيه؟ بالصدق. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: وإن التمرة يتصدق بها أحدكم لتقع في كف الرحمن فينميها له حتى تصير مثل جبال تهامة. تعامل مع الله يا أخواننا مربح. تمرة وما اجت بالصندوق، وين راحت؟ بكف الله. والله جعلها لك كجبال مكة المكرمة، رزقنا الله وإياكم زيارتها، قولوا آمين. فلا تلمز. وإذا رأيت من يلمز ويستهزئ بالسهرة وبالباص وبالميكرو وبالسيارة وبالسيران، قل له اتقي الله عز وجل، اتقي الله، اتقي الله. هذا الذي تستهزئ به الآن سنرى منظرك ومنظره يوم القيامة. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، مبسوطين إنه هن أنجزوا. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هذا اسمه الحكم على الناس، إنه أنا قاضي حاطط حالي قاضي، أنا قارئ المستصفى للإمام الكذا، والمنخول للشافعي، والمستصفى للغزالي، هذا بأصول فقه، وقارئ الأم للشافعي، وقارئ حاشية ابن عابدين، وقارئ الفقه المنهجي، وقارئ الفقه الإسلامي وأدلته، وقارئ الجزرية كلها وحافظها، وحافظ القرآن على القراءات 10 وغير 10 المتواترة، وقارئ ألفية ابن مالك في النحو لابن هشام وباصمها بصم، وقارئ كل كتب اللغة العربية والنحو والصرف والبلاغة، وقارئ كل كتب التاريخ، وقارئ البداية والنهاية لابن كثير والكامل في التاريخ، وقارئ تاريخ بغداد للبغدادي، وقارئ تاريخ دمشق لابن عساكر، وقارئ كل هذه الكتب، وقاعد وبدي أحكم على الناس إنه هذا ضال وهذا فقيه وهذا ضال وهذا بعيد وهذا قريب. حبيبي الغالي، أنت وأنا يا دوب حافظ نص جزء عامة بصراحة، ويا دوب قارئ لك
كتاب رجال حول الرسول رحم الله مؤلفه خالد محمد خالد، يعني كتاب معاصر جديد، أو الفقه المنهجي للشيخ البغا حفظه الله والشيخ الخن رحمه الله والشيخ مستو، هذول ثلاثة كتبوا كتاب اسمه الفقه المنهجي وفقه جيد في الشافعي. حتى بجوز ما تكون قارئه كمان، بجوز ما تكون قارئه، وبجوز ما تكون تعرف معنى الإشمام ولا معنى الإقلاب، ولا تعرف لفظ الباء مع الميم إذا اجتمعتا، الباء الساكنة مع الميم، وقاعد وماسك الفيسبوك وبده يحكم على الدكتور فلان إنه هو ضال والشيخ علان إنه هو. يا حبيبي، الذي يحكم على طبيب العيون طبيب عيون مثله، والذي يحكم على جراح الأوعية الدموية والقلب هو جراح أوعية ودموية قلب مثله، والذي يحكم على النحويين نحوي مثلهم. بس أنا درويش عباب الله. قال وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إذا أنت بتعبد كاس وحجر وشجر وتمر ولات وعزى وتحكم على صهيب وبلال وسلمان بأنهم ضالون، كذلك اليوم، لأن القرآن يا أخوانا لكل زمان ومكان، كأنه يقول لك أنت لا تحكم على الخلق، تحكم على حالك. كان يقول، كان أهل الدعوة أول ما سلكنا في طريقها نسأل الله الثبات، كانوا يقولوا يا ابني نحن بعثنا للناس دعاة ولم نبعث عليهم قضاة. أنا ماني قاضي على حدا، أنا شغلتي دلك على الله، دلك على حديث رسول الله، أنا لا أقضي عليك، ما بحكم لا أنت في جنة ولا أنت في نار ولا أنت ضال ولا أنت مبتدع ولا أنت منافق ولا أنت، إلا من ظهر كفره وإجرامه وظهر للعيان، مثل آصف شوكت وجميل حسن وبشار ابن أنيسة. وأنا مصر وسألقى الله وأنا مصر أن بشار ابن أنيسة ما بنعرف هؤلاء ممكن أنك تقع فيهم، لأن ظلمهم وقهرهم وبطشهم فاق كل الحدود. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الحجر فقال بالحرف اللهم عليك بعمرو بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بالوليد بن المغيرة، سماهم النبي بالاسم. فما رؤي رجل ذكره رسول الله باسمه إلا قتيلا مجندلا وين؟ في بدر الكبرى. الضال، أما أنا شايفني عم صلي وشايفني ملبس بنتي حجاب وملبس زوجتي حجاب، قال لا أنت ضال. ليه حكمت علي بالضلال؟ ليش وقعت في عرضي؟ ليش وقعت في مالي؟ منين له كلمة منين له؟ أنت رقابة والتفتيش؟ روح إلى الرقابة والتفتيش، قل لهم أبو محمد التاجر الخضرة هذا عنده 3-4 سيارات، اشتكي عليه، خلي الرقابة تمارس حقها الطبيعي. لكن أنا وأنت يا حبيبي خلينا نمسك ألسنتنا يا أخواننا، هذه أيام صعبة جدا. صارت الغيبة والنميمة والانتقاص والاستهزاء والتبديع والتفسيق والتخريج من الملة صار أمر بسيط جدا، والمؤمن لا يفعله. أنت يا ريت تنفذ بحالك، يا ريتك تنجو. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل بدر اسمه أبو مسعود البدري يضرب بصوته عبدا له، ماسك الكرباج وعم يضرب مين؟ العبد. قال أبو مسعود فسمعت صوتا من خلفي يقول اضرب أبا مسعود، هو النبي رسول الله يقول فسمعت رسول الله فوالله لله أقدر منك من قدرتك عليه، أقدر عليك من قدرتك عليه، الله أقدر منك على هذا العبد، عم تضربه بالصوت لأنه فقير وما معه. قال فالتفت فإذا به مين؟ رسول الله، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. العبد في ذلك الزمان ثروة هائلة، يعني اليوم لو في زماننا عبيد كان حقه شيء مليار، 100,000 دولار، 1.5 مليار. شو عمل أبو بلال؟ اعتقه، خايف
من القصاص يوم القيامة. قال يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال له رسول الله وليتك تنجو، يعني يا ريتك تطلع راس براس. عم تضربه بالكرباج ليه؟ ليش عم تقع في عرضي؟ ليش عم تقع في مالي؟ ليش عم تتهمني؟ أنا مو شخصيا، كل من تقع. اتركوا يا أخواننا الناس، ولا تحمل معك على ظهرك يوم القيامة إلى لقاء الله عز وجل إلا ذنوبك البسيطة لعل الله يغفرها لك. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني الصغائر الله بيغفر لك إياها. فلا تروح تحمل لي معك غيبة ونميمة وتضلل فلان وتفسق فلان وتكفر فلان. واحد مجرم على السوشيال ميديا شغلته وعملته تكفير العلماء، مش تكفير إمام الجامع، تكفير النووي وتكفير الغزالي وتكفير ابن حجر العسقلاني شارح البخاري وتكفير ابن حجر الهيثمي. هذا له إرشاد الساري في فتح البخاري، وهذا له في شرح البخاري، وهذا له شرح البخاري العظيم لابن حجر العسقلاني المسمى بفتح الباري. واثنين طلعوا معه شو؟ كافرين، وله أتباع وسوشيال ميديا. نسأل الله الستر. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. شو استفدت؟ شو استفدت؟ أيها الإخوة، سأقول لكم حديث كلكم حافظينه، لكن من باب أن ننقله للناس ونحذر العالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذا بتقول له يا كافر حصرا بده يكون إما هو كافر حقيقي وإما شو؟ إما حضرتك. فاحتمالية أنه يكون هو كافر واردة، بس أيضا احتمالية ما يكون كافر كمان واردة. فأنا شو بدي بهالمطب؟ ليه لا حتى فوت ندخل نفسي وكفر الناس قل هذا كافر؟ فهو إما أن يكون كافرا كما قلت، وإما إنك تكون أنت الكافر. من قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. شو بدك بالقضية؟ روح اشتغل بحالك، روح تريك الدخان، روح تريك المعاصي، روح تريك النظر الحرام، روح طهر مالك، روح أيقظ ليلك، روح صلي الفجر مع الجماعة، روح اربط جوالك الساعة 2:30، عم يأذن هلأ 3:30 4:45، روح اربط جوالك 3 مشان تصلي لك نص ساعة تهجد. نحن يا أخواننا خربانين من جوا، خربانين والله خربانين. نحن خربانين من جوا، وبدك أنت تحكم على الناس. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. من الذي يحكم على الناس بالضلال؟ الله عز وجل يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحين يحكم الله عز وجل يحكم بالجماعة، يعني الضالين الذين ضلوا عن طاعة الله عز وجل، وأكثر أهل التفسير على أنهم النصارى الذين ضلوا عما جاء به عيسى من التوحيد الخالص لله عز وجل. لكن مو شخص بعينه، هذا الشخص اللي بعينه قد يتوب. الأخ الداعي يوسف أستس أظن اسمه في أمريكا، من أكبر الدعاة في أمريكا. هذا كان قسا، كان خوري، مو بس خوري، كان قس. اليوم هو من أكبر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت وأنا ما شغلتنا أنه نحكم على الناس ونفسقها ونبدعها ونضللها. أنت اتعب على حالك. والله عز وجل، والمصطفى يقول لأبو مسعود البدري يقول له وليتك تنجو. اعتقه حقه شي $1.5 مليار، $100,000 اليوم تقريبا، يعني بس لأنه ضربه بالكرباج. والنبي يقول له اعلم أبا مسعود أن قدرة الله عليك أكبر من قدرتك عليه. راح اعتقوا دغري. الصحابة كان عندهم الخوف من الآخرة،
الفطرة السليمة. نحن اليوم بتقول له قال الله وقال رسول الله وقال النبي وقال الشاعر وقال ابن تيمية وقال ابن قيم وقال فلان وقال علان وقال الشيخ فلان، وهو شو بيعمل؟ يضرب بهذا الكلام كله عرض الحائط، ما بده. لذلك يا أخواننا هذه الآية كأنها تنطق، كأنه إلها لسان وعم تقول لك إنه لا تلتهي بحدا، التهي بحالك، عمر نفسك، اترك الآخرين. هؤلاء الكفار أو المنافقون إذا رأوا الصحابة وأهل الإيمان قالوا إن هؤلاء لضالون. سبحان الله، اللي بيعبد الله الواحد الأحد الفرد القيوم الصمد ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضال، واللي بيعبد الشجرة والحجر والتمر مهتدي. هيك المنطق كان في ذلك الزمان. قال ربنا عز وجل: وما أرسلوا عليهم حافظين. يا أخواننا كل واحد منا سيسأل يوم القيامة لحاله، مثل طالب البكالوريا، الله يكرمهم إن شاء الله بالنجاح والتواسع، عم يقدموا امتحانات هلا. بتروح أمك معك على الفحص، شيء بتقدم معك؟ أبوك؟ أستاذك تبع الرياضيات بفوت معك على الفحص، بيكتب عنك لحالك، ورقتك عليها اسمك، بطاقتك الامتحانية جنبك، وأنت قاعد اكتب يلا هاي الأسئلة وهي الأجوبة، اكتب. اللي دارس ومتابع ومتقي الله وبيخاف بيكتب وبيجيب علامات وبينجح. والثاني قال ربنا عز وجل: وكلهم آتيه يوم القيامة فردة. وينك يا ماما؟ دخيلك، ما في ماما. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يا بابا، قال له كمان ما في بابا. زوجتي، لك قديش نمنا أنا وياكي سوا تحت حرام واحد، لك أنا وياكي روحين بجسم. الله يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس. ما بتعرفك ولا بتعرفها، تتبرى منك يوم القيامة. أنت فرد. وما أرسلوا عليهم حافظين. شو بدك أنت بالناس؟ من قال لك أنه أنت حافظ على الناس، وأنك أنت مرسل عليهم، وأنه أنت قاضي عليهم وحاكم على الناس؟ جاء سهم لرجل كان يحرس متاع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي، فأصابه في صدغه. وين؟ بإذنه، فات السهم بإذنه وطلع من مكان تاني فمات. فقالوا: هنيئا له الجنة. صحابي بالحرب عم يحرس متاع النبي، شو بدك أكثر من هيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيته يعذب في النار بشملة غلها من الغنائم قبل أن تقسم. لا تحكم على حدا، لا تحكم عليه بجنة ما بتعرف، ولا تحكم عليه بنار ما بتعرف، قد يكون تاب قبل دقيقة من موته، ما بنعرف. وما أرسلوا عليهم حافظين. أنت اجتهد أن يطلق لسانك عند الموت والرحيل إلى الله عز وجل، هذا اجتهد أنك تلقى الله بصحيفة بيضاء ما فيها ولا خطأ ولا زلل ولا معصية. اجتهد أن تنجو يوم القيامة. وما أرسلوا عليهم حافظين. الآن بدنا نشوف ختام السورة، كيف تبشر أهل الإيمان، أهل الفقر، أهل القرآن، أهل التجويد، أهل مجالس العلم، أهل صلاة الفجر مع الجماعة، اللي طالع من بيته عتمة، اللي طالع من بيته أجلكم الله في السنوات الأخيرة صار في كلاب بالشوارع، جعارية شاردة، ومع ذلك اجى على صلاة الصبح حامل بيل، حامل قداحة، حامل فلاش، وجاي إلى صلاة الفجر ما بده يغيب، لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي، فلا يغفرنكم الله بشيء من ذمته. الله ما بيخدعك ولا بيغدرك ولا بيخونك، أنت بذمة الله. هيك سمع فإجا. ماذا له؟ قال ربنا عز وجل: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. من أعجب الآيات هذه في كتاب الله. أنت ضحكت علي بالدنيا، استهزأت في بلحيتي، بصلاة الفجر، بصلاة العشاء، بمجلس العلم، بدورة القرآن، استهزأت فيني. في أخ من إخواننا أعرفه الله أكرمه بالبكالوريا، جمع علامات أظن 238 وراح درس شريعة. درس شو؟ شريعة. عملوه مسخرة. لك أنت أجدب،
لك علامات بدخلوك الطب. وهذا زمان قبل ما يعملوا كلية السنة التحضيرية، يعني كان فورا من البكالوريا وين بيروح؟ إلى كلية الطب البشري. اختار أن يدرس العلم الشرعي ويحفظ القرآن الكريم، وهو الآن من كبار الدعاة إلى الله عز وجل. عملوه مسخرة. اليوم يعني يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. قال المفسرون فيها، قالوا أن الله عز وجل جعل لكل رجل من أهل الجنة أو امرأة كوى يعني طاقة، باب يفتحه متى شاء. بيفتح الشباك هيك إطلالة، وين بيطل؟ على النار. قال فيفتح ملائكة النار الأبواب لأهل النار، بيفتحوا لهم الباب، فبيشوفوا الباب انفتح، فبيستعجلوا بيطلعوا مشان ايه؟ مشان يطلعوا من جهنم. فإذا وصلوا إلى الأبواب غلقت، فقام أهل الجنة يضحكون على أهل النار. بلال وصهيب وأبو هريرة وصغار الصحابة الفقراء، وين أبو جهل وأبو لهب والمغيرة والوليد بن المغيرة وغيرهم؟ وين هؤلاء؟ قال بيروحوا يركضوا الله أعلم كم ألف سنة من مكانه الذي هو فيه إلى باب جهنم. لما بيصل للباب عليهم نار مؤصدة مسكرة، فبيرجعوا القهقرة لوين؟ إلى مكانهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الفرق بين الضحكتين أن ضحكة الدنيا مؤقتة، ضحك عليهم بالسهرة ساعة ساعتين وراح نام مثل التور، لا فاع على صلاة قيام الليل ولا على التهجد ولا على صلاة الفجر. فالساعة 8 إلا 10 مشان يروح على دوامه، الباص بيجي الساعة 8 مشان ياخده. هذا. أما ضحك أهل الجنة فهو دائم غير منقطع، الله عز وجل أعلم به. قال العلماء لكل رجل وامرأة من أهل الجنة 4 كوى، 4 شبابيك، 4 أبواب. باب بينه وبين أهل النار يفتحه متى شاء. بيفتح الشباك بيشوفهم تحت عم يتعذبوا بجهنم، ويضحك عليهم. قل له أنت اللي كنت تضحك علي بالدنيا. واحد من أهل الجنة يسأل ربه بيقول له يا رب في فلان كان لي قرين بالدنيا، رفيقي بالمعهد بالشركة بالوظيفة، إنه كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ تحب تشوفوا؟ قال له نعم يا رب. قال فاطلع، يعني فتح الشباك الكوى فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين لمثل هذا فليعمل العاملون. إذن الشباك الأول والكوى الأولى بينه وبين أهل النار، وباب بينه وبين خدمه من الولدان والحور العين. بيفتح بيفوتوا عليه الحور العين والولدان وبيتمتع. وباب بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفتح ويزور ويستأذن ويزور المصطفى، يرى رسول الله بالجنة. يا أخواننا أي لذة في الدنيا تعدل بلذة النظر إلى وجه رسول الله؟ عم يروح الحج من الشام ولا من تركيا ولا من الهند مئات آلاف الأميال، بيدفع آلاف الدولارات مشان يقف أمام الشباك النبوي والحجرة الشريفة ويسلم على رسول الله وتفيض العبرات. قل له يا رسول الله. واحدة مصرية وقفت أمام الحجرة تقول له يا رسول الله ده أنا بعت الجاموسة وجيت لك، ده أنا بعت الجاموسة. الجاموسة أغلى شيء عند الفلاح المصري، أنا ما ضل شيء عندي، بعتها وجيت حتى أزورك. فكيف بمن يزوره في الجنة ويراه؟ وباب بينه وبين الله عز وجل يدخل فيه على ربه سبحانه وتعالى. خير الله.
فيجالسه فيقول عبدي تذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ شو الحديث اللي بيدور بينك وبين الله جل جلاله؟ بيقول لك تتذكر كذا؟ فيقول يا رب أولم تغفرها لي؟ فيقول بلى ولذلك أحللتك دار مقامتي. هذا النعيم يا أخواننا، بتروحوا بنظرة $100,000، 10,000، برشوة، بسرقة، بزنية، بكذبة، بنميمة، بغيبة. وعلى فكرة بكرة بتطلع نتائج البكالوريا، بيقولوا الطب البشري أو الكليات الطبية بدهم مثلا 232، واحد جايب 231.9. مزبوط دكتور؟ ما بيدخلوه. جزء من العلامة ما بيدخلوك. قد تكون غيبتك لي أو غيبتي لك سبب دخولك الجهنم. يعني طلع لك أنت يوم القيامة بالميزان 19,500,000 حسنة، بس عندك 19,500,000 وسيئة. شو الحكم؟ على جهنم. قد تكون هذه السيئة سبب دخولك النار عياذا بالله عز وجل. قال وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. المؤمن لا يفعل هذا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، شوفوا جهنم، على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع الأريكة، والأريكة هي ما يتكئ عليه، وكثرة الأرائك دليل عظمة الملك. كثرة الأرائك دليل عظمة الملك. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى إذا قدم أحدهم إليك أريكة أن تردها. يعني أنت قاعد واحد زدت لك مخدة ما بجوز تردها. كثرة الأرائك في الجلسة دليل على عظمة الملك. وكان الملوك لا يجلسون إلا على عروشهم ومن حولهم الأرائك تمشبها بأهل الجنة رحمكم الله. فهذا قاعدين على الأرائك متكئين عليها متقابلين، وعم يشوفوا أهل النار الذين كانوا يهزؤون منهم في الدنيا ويسخرون منهم في الدنيا. قال ربنا عز وجل الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم يختم ربنا عز وجل السورة بقوله وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ثم يقول هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هذا الحرف حرف استفهام. هل أكلت؟ هل شربت؟ هل نمت؟ المفروض أنت تقول لي شو إيه؟ نعم أكلت أو شربت أو كذا، إلا في هذا الموضع. فهذه الهل لم تأتي على الاستفهام وإنما جاءت على التحقيق، بمعنى قد ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. مثله قول الله عز وجل في أول سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الآية معناها قد أتى على الإنسان حين من الدهر، اسمه تحقيق، أي أن الله عز وجل محقق أن الإنسان ما كان شيء قبل أن يولد. وهنا يقول هل ثوب يعني قد ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هذا اليقين الذي يخالج قلوب المسلمين ويعالج أرواحهم، أنه لا تحزن لو شفته الآن متغطرس ومتكبر. نتنياهو مثلا، هذا المجرم، أسأل الله عز وجل أن نرى مصرعه قريبا عاجلا غير آجل، وبن غفير وهذول الزعران اللي معه. هؤلاء المتمردون على الله وعلى الأنبياء وعلى الرسل وعلى الإنسانية، والله قلوبنا تحترق لما نشوفهم، أباتشي وطيارات وسفن وغواصات. لكن الله عز وجل يقول لك قد ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هؤلاء سيرون، وهذا يقين بالله سبحانه وتعالى، يقين بالله عز وجل ولو طال الزمن ولو امتدت الأيام. يا أخواننا المصطفى يقول إن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قديش الله أمهل بشار ابن أنيسة 14 سنة وهو عم يلعب بلاي ستيشن، وعلى الآن بالنسوان وبالزنا وبالخنا وبالخمر وبالقتل وبالإجرام، وبعدين طريدا شريدا بمكان إقامة جبرية، والموت أرحم 1000 مرة من حياته، والعذاب في الآخرة سيكون أشد وأكبر من هذا بكثير.
ولذلك اليقين بهؤلاء الذين استهزأوا فينا في الدنيا. قال لك رايح على الجامع، شو بدك تعمل يعني؟ شو بدك تستفيد؟ قاعد شيخ يوسف عامل عليك شيخ عم يدرسك القرآن، ورسول الله يقول لك كما في صحيح مسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلمه أو يتعلمه آية من كتاب الله خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين ومن أمثالها من الإبل. فأنت بتقول له لا، أنا رحت وتعلمت وسمعت وحفتني الملائكة ونزلت علي السكينة وغشيتني الرحمة وذكرني الله في من عنده، وأنت خليك على الموبايل وعلى الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى قناة الجزيرة مشان تشوف أخبار مضيق هرمز، كأنه أنت بدك تحل قضية الشرق الأوسط كلها باتصال واحد. محلل سياسي عبقري، محلل استراتيجي، محلل رياضي. بكرة بكأس العالم 26 بتشوف كل الشعب السوري شو محلل رياضي أفهم من شو اسمه هذا الأخ جمال الشريف، أفهم من أيمن جاد، أفهم من كل المعلقين. بصير هو محلل. وبالإذاعة أفهم من أبو بسام الخطيب، وبالتفسير أفهم من شيخ يوسف المصري، وبالباطون أفهم من اللي صار له 30 سنة عم يصب باطون. أما المؤمن يا أخواننا فيصمت حتى يسأل في اختصاصه أو في علمه الذي تيقن منه فيجيب. بغير علمي أنا لا أجيب، ما بعرف. لا تسألني في الطب، ما بحسن جاوبك، بعتك لعند الأطباء، ممكن أخذ أعطيك رقم تليفون دكتور ثقة. اسألني في الحقوق والمحاماة، بقول لك هي الأستاذ أبو حسين، هي تليفونه ورقمه، اتصل اسأله استشيره. لكن أنا ما بستطيع أفتيك في الطب ولا في الهندسة ولا في الصيدلة ولا في الأمور الأخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. يعني المهندس زاهر الله يحفظه أبو عمر قال لي: شيخ والله بطني عم يجعني. أنا شو بقول له؟ روح جيب علبة سردين، طحنها وحط عليها شوية حليب وحبة البركة وشو اسمه هذا ينسون وكمون وخلطهم وحط عليهم شوية معلقة عسل واشربهم. راح أستاذ زاهر هو مهندس وعمل مثل ما أنا قلت له، خلطهم فمات لا قدر الله. بيقول الشرع للشيخ يوسف مصري: تعال ادفع ديته لأنك قتلته. مو شغلتي أنا، مو شغلتي، خصوصي الطب العربي هذا الموجود مليان بالمواقع التواصل. بقول لك جيب حبة البركة اطحنها وحط عليها عسل وحط عليها ينسون وحط عليها ما بعرف مين. قد تكون هذه مهيجة للبنكرياس، مثبطة للبنكرياس، مهيجة للغدة الدرقية، مهيجة، ما بتعرف، أنت ما بتعرف. خلي الطبيب هو الذي يشرح لك. قال: قد ثوب، يعني هل ثوب، عرفنا أنه هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، مثلها مثل قوله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، مثل قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه من أفعال الظن، لكنها جاءت في الآية في الإسراء على سبيل اليقين أن الله سيبعثه مقاما محمودا. وهنا يقول لك: قد ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ليش بس شيخ هن أصلا ما هم مؤمنين بالقرآن الكريم، هذا شأنهم. القرآن يا أخوانا الإيمان ما أنه حبة دواء تشربه إياها غصبا عنه. أنت وظيفتك أنك تعرض له وتدله على الحرام والحلال، وقال الله وقال رسول الله. هل هو ما بده يأخذ فيهن، هو حر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وهكذا أيها الإخوة تكون سورة المطففين العظيمة قد ختمت بهذا التقريع المخيف والوعيد الرباني: قد ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وضحك منهم أهل الإيمان وفتحت بينهم وبين أهل الجنة. حتى مو بس أهل الجنة بس بيشوفوا أهل النار، حتى أهل النار يرون أهل الجنة، بيشوفوهن ويرون ما هم فيه من النعيم العظيم. ليش؟ قال: حتى تزداد حسرتهم ويكون عذاب نفسي فوق العذاب الجسدي. بيشوفوهم بيقولوا لهم: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، دخيلكم عطشانين. فيقول لهم أهل الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين، ممنوع ولا نقطة.
ولا قطرة. بعدين يقول وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من ناحية الجنة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. الله يكرمنا بالثبات على طاعة الله عز وجل حتى نلقى وجه الباري عز وجل. هذا وصلوا وسلموا على من أرسله ربنا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. أجيبوا داعي الله أثابكم الله.